اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. ايه رايكم بقى في الجمل ده؟ رز معمر بقى حادق بطريقه خطيره. جربوا يا جماعه الطريقه دي وهتدعولي والله. بصوا، مش هتاكلوا رز معمر في حياتكم بالحلاوه دي. جربوه على ضمانتي. بصوا ما شاء الله، الرز حلو جدا مفلفل جدا. بصي مش معجن خالص، ده كفايه طعمه. بصوا عايزه اقول لكم ان انا ولادي كانوا واقفين هيتجننوا ومش عارفه اصور منهم من حلاوه منظر الرز. وعملت لهم بقى صينيه بطاطس بالفراخ. بصوا يعني بجد خطير، اكيد انتوا شايفين. بصوا يونس ابني هيتجنن وعاوز ياكل باي طريقه. فبصوا ما شاء الله كان حلو جدا جدا. جربوا معايا بالطريقه دي. ودي برضو صينيه بطاطس بالفراخ كانت حلوه جدا. جربوها برضو بنفس الطريقه وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بصوا ما شاء الله البطاطس مستويه والفراخ مستويه. يلا بقى نسمي الله ونشوف الطريقه. اولا هبدا معاكم بالرز المعمر. معايا هنا كوبايتين رز مغسولين ونضاف وتمام ومتصفيين وكل حاجه. ومعايا معلقتين كبار زيت، والزيت طبعا اساسي في الرز المعمر وهو اللي بيخليه فلفل. ومعايا معلقتين، واحده سكر وواحده ملح صغيرين، يبقى معلقه ملح صغيره ومعلقه سكر صغيره. تمام كده. ودي هنا 3 معالق سمنه كبار. عندك بقى سمنه بلدي، سمنه نباتي، اللي انت عايزاه يعني. بصي مفيش مشكله. بس طبعا لو حطينا سمنه نباتي اللي هي العاديه، لازم نعوض بالقشطه البلدي. ليه؟ لان الرز المعمر يا جماعه بيبقى محتاج له دسم شويه، فاهمين؟ فلو حطيتي سمنه بلدي او زبده بلدي لو عندك يبقى خلاص تمام. مش لازم قشطه بلدي يعني، ممكن حتى تجيبي القشطه النباتي. انما لو هتحطي سمنه نباتي اللي هي العاديه زي كريستال وجنه والكلام دون، لا يبقى عوضيها بقى في القشطه. ليه؟ لان احنا متفقين ان الرز المعمر بيحب الدسم شويه. بس. وهنا بقى معايا كيلو لبن، هناخد منه 3 كوبايات لبن. تمام. يبقى هقول لكم على المعيار: كوبايتين رز، عليهم معلقه 3 كوبايات لبن، عليهم معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح صغيره ومعلقتين زيت كبار و3 معالق سمنه كبار كده حلوين. هقلب بقى، هنزل بايه؟ بالزيت وبالسمنه على الرز وهقلبهم كويس. وهجيب معايا البرام بتاعي او الطاجن اللي عندك. بس عايزه اقول لكم ان الرز المعمر في الطواجن يا جماعه خطير. سيبكم بقى من الصواني ومن الكلام ده كله، اصلا الطاجن بيديله طعم حلو جدا. وعايزه اقول لكم ما شاء الله استوى معايا في ربع ساعه يعني. مش متخيله ان هو يستوي بالسرعه دي. بس هنا بقى قسمت معايا الرز على طاجنين بتوعي. وهحط في الطاجن الكبير دون كوبايتين لبن، وفي الطاجن التاني كوباية لبن. يعني احنا متفقين انا كوبايتين الرز قسمتهم على طاجنين. انتي بقى اظبطي المعيار بتاعك على حسب بقى الطاجن بتاعك قد ايه. ممكن لو هتعمليهم كلهم في طاجن واحد كبير يبقى تحطي كوبايتين الرز تحطي عليهم 3 كوبايات لبن على طول. تمام. وهجيب بقى، بصوا دي اساسي في الرز المعمر. يعني الرز المعمر يا جماعه لو اتعمل بلبن بس ما بيبقاش حلو زي ما بتحطي له شويه ميه مغليين. جربوا بالطريقه دي وهتدعوا لي والله ما تقلقوش. حطيت بتاع اقل من ربع كوبايه ميه مغليه. حطيت حبه هنا وحبه هنا وظبطت بقى. حطيت شويه ملح تاني صغيرين لان انا طبعا مزوده شويه ميه. فحطيتهم بقى وظبطت الدنيا وسبتهم يتنقعوا ساعه. غطيتهم وسبتهم. بس هنا بقى معايا البطاطس بتاعتي مقشراها وغسلاها. ومعايا هنا بصلايه وقرن فلفل. ودي البهارات بتاعتي: ملح وفلفل اسمر وبابريكا. ومعلقه سمنه صغيره ومعلقتين توم معلقه توم صغيره بتاع فصين توم كده او 3. وهنا الصلصه بتاعتي انا مصفياها ومجهزاها. والوراك هنا او الفراخ بتاعتي كنت بوريك انا غسلاها وفتحها ازاي ومنضفاها كويس. بس هنا بقى معايا البطاطس بتاعتي بقطعها بقى لشرايح كده مدوره. بس ايه، بحاول ان انا مخليش البطاطسية متقطعه رفيعه، وبحاول ان انا اقطعهم كلهم زي بعض. تمام. عشان كله يستوي معايا بنفس السوا يبقوا طالعين كلهم مستويين في الاخر وكويسين. بس هقطع بقى البطاطس بتاعتي. متنسوش بقى تعملوا لايك حلو زيكم كده، وتعملوا اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كل سنه وكلكم حبايبي طيبين وبخير يا رب. تعود علينا وعليكم الايام بخير. احنا خلاص داخلين على عيد الاضحى والاكلات بقى الحرشه كده، وان شاء الله نعمل مع بعض اكلات حلوه. بس هنا البطاطس بالفراخ بالطريقه دي يا جماعه حلوه جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بس هنا بقى معايا هقطع بقى البطاطس برضو، البصل برضو اسفه. زي البطاطس شرايح برضو كده. يعني ايه، بحب لما اقطع حاجه اقطعها كلها زي بعضها. ليه؟ بتدي برضو شكل حلو في الاخر. كده كده البصل اتقطع صغير اتقطع شرايح هو مش هيضايقك في حاجه يعني. فاهمين؟ بس ان هو ايه، تبقى شكلها حلوه يعني. بس هقطع بقى البصل كده وافرطه من بعضه. وهقلب بقى، هنزل عليه بكل اقطع معايا الاول قرن فلفل
انا مش هقطعه كله لان هو حامي. انت عايزه تحطيه كله براحتك، عايزاها سبايسي قطعي الفلفل كله مفيش مشكله، مش عاوزه خالص ممكن تقطعي حته فلفل رومي برضو لو مش عايزه الحاجه حراقه. بس هحط بقى كل البهارات بتاعتي واحط كل الحاجه. هقلب الاول التوم، هنزل بيه بتاع فصين 3 توم يعني مش كتير، تدي بس ايه طعم بسيط كده. وهنا البهارات بتاعتي ومعلقه سمنه صغيره، احنا طبعا مش هنكتر في السمنه لان لسه الفراخ هتنزل دهون، فايه هتخلي البطاطس بتاعتنا حلوه يعني، فاهمين؟ انما لو هتعملوا صينيه بطاطس كده بس برضو بتبقى حلوه جدا. انا برضو بعملها بنفس الطريقه دي كده بس من غير فراخ ومن غير اي حاجه، بديها غلوه على النار مسافه بس ما تغلي، واروح مدخلاها الفرن، بتكمل سواها في الفرن، بتبقى حلوه جدا، بتتشرب الصوص بتاعها دون وبتاخد وش. لا بتبقى جميله جدا، جربوها وهتعجبكم. بس انا كده قلبت البطاطس بتاعتي، هقلبها بقى كويس وانزل بقى عليها بالفراخ بتاعتي. هبصوا ادخل كده الصوص بتاع البطاطس في قلب الفراخ. ليه؟ علشان خاطر احنا طبعا مفتحين الفراخ وغسلينها عشان خاطر برضو تستوي معايا اسرع، وعشان الطعم يدخل فيها كلها من جوه. بس احاول بقى اظبطها كده، ادخل الصوص بتاع البطاطس في قلب الفراخ. كانت حلوة جدا يا جماعة الطريقة دي، جربوها. والرز المعمر كان حلو جدا. ممكن بقى تعملوه مع اي حاجة تاني، ممكن بقى تعملوه في العيد، تعملوا طاجن رز معمر كده مع لحمة مثلا، وتعملوا معاه صينية رقاق، هيبقى حلو جدا برضو. يعني اي حاجة يعني، ده حاولوا ايه تظبطوا الاكلات كده مع بعضها. هنا كان خلاص البطاطس بتاعتي كنت خلاص حطيت في قلبها الفراخ زي ما انتم مش، وهمسح بقى الحروف بتاعتي مطرح اي صلصة مطرح اي حاجة عشان خاطر لما تدخل الفرن ما تتحرق. هنا بقى معايا دي القشطة بتاعتي زي ما احنا متفقين، طبعا عايزة بقى تحطي قشطة نباتي قشطة بلدي اللي انت حباه، المهم تظبطي مع كمية الدسم اللي انت هتحطيها للرز. ومعاها علبة زبادي. بصوا يا جماعة الصوص ده هيخلي الرز المعمر طري جدا، وهيستوي على طول وهيبقى حلو جدا وهيديله وش خطير. هنا بقى انا قلبت القشطة كويس مع الزبادي. هنا الرز المعمر بتاعي بعد ما قعد ساعة منقوع في اللبن زي ما احنا متفقين، رحت جبت بقى ايه الزبادي والقشطة مع بعض، ورحت حطيت ايه كمية حلوة كده على وش الرز المعمر. بس هقلبهم بقى كده يعني ايه، احاول بس افردهم على الوش من فوق، وهدخله بقى الفرن على درجة حرارة 200. تمام كان حلو جدا، استوى من تحت درجة حرارة 200 تمام. اول ما يسخن 10 دقايق كده بعد ما يبتدي يسخن ويغلي، روحي فاتحة عليه الشواية وسيبيه، يا اما في البوتاجاز الكبير برضو نفس الحكاية، قبل ما يتشرب منه خالص اللبن بتاعه ولعي عليه الشواية وسيبيه، بس بعد ما يغلي طبعا تحت بتاع 10 دقايق كده او ربع ساعة على حسب برضو الفرن بتاعك. بس بصوا كان ما شاء الله حلو جدا وكان طري وكان جميل، كان واخد ما شاء الله وش حلو، واهم حاجه ان الرز ما كانش معجن مني خالص. كان لا ما شاء الله كان طعمه خطير يا جماعه، جربوه. ومتنسوش بقى تعملوا لايك حلو زيكم كده لو الفيديو عجبكم. وهنا كان صينيه الفراخ استوت معايا وخدت وش معايا كمان. وبصوا انا بس عايزه اوريكم ان الرز مفلفل خالص مش معجن، بس انا مش عارفه اصور من ولادي والله واقفين حواليا، وعايزه اقولكم كان سخن جدا. وبصوا لا خطير، طعمه حلو جدا. جربوه بالطريقه دي، وياريت لما تيجوا تعملوه بلبن بلدي، اللبن اللي هو بتاعنا البلدي، بلاش بقى اللبن اللي هو المعلب والكلام ده مش هيديكي طعم. بس يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.